فيلمنا بيبدأ في مدينة في اليابان مع واحد اسمه دانيال، وده كان عايز يتعلم فنون الكاراتيه من واحد اسمه هان، وبيعرفه على عظماء الكاراتيه وإنه من عيلة مياجي، وده أول واحد بدأ يتدرب على الكاراتيه في أوكيناوا. وأول ما وصل اتبنته عيلة هان اللي علموه كمان فن الكونغ فو، وقدر كمان إنه يضم الثقافتين مع بعض. وبيقولوا إنه عمل زي شجرة كبيرة، غصن كونغ فو وغصن كاراتيه. وبعد كتير بنشوف هان في المدرسة بتاعته، وبنعرف إنه بيعلم الكبير والصغير الكونغ فو. وبعد شوية بتوصل واحدة اسمها الدكتورة شي، وأول ما بيعرفوا إنها وصلت الكل بيتوتر حتى هان نفسه، وبيبعت لها بنوتة صغيرة كده عشان تلهيها، عشان ابنها بيكون بيتدرب جوه وهي ما كانتش عايزاه يتدرب أصلا. وبيروح لها هان اللي أصلا يبقى عمها، ولما قال لها تعالي نشرب مع بعض كوبايتين شاي قالت له أنا مش جاية عشان أتضايف، فين تشاولي؟ أو يعني هنقول عليه ليه. وبتعرف هان إنها مش مستعدة تخسر ابنها التاني، وبيفضل هان يعرفها إن فنون القتال هتقويه، بس هي ما كانتش مقتنعة وكانت خلاص قافلة معاها خالص بعد ما خسرت أخوه. وبتعرفه إنها هتاخد ليه وتسافر نيويورك علشان جالها شغل في مستشفى هناك، وهتبدأ حياتها من جديد، وهتبعد ليه عن المكان كله. وبتقوله يعرف ابنها إنها مستنياه على العشاء، واديتله كاب عشان يديهوله يلبسه عشان يتشجع ويخرج من عزلته. ولسه هان رايح بيحكيله كان طبعا هو واقف سامع، وبيطلع يجري وراها وبيقول لها إنه مش حابب يروح نيويورك، بس هي كانت مصممة. وبتعرفه إنها مجهزة له حياة أحسن بكتير هناك، وكمان بتقوله سيب حاجة وراك وركز في اللي جاي. وتاني يوم بياخد بعضه وبيسافر مع أمه، وأول ما بيوصلوا للمكان بيبدأوا يرصوا الشنط بتاعتهم، وأول حاجة بيطلعها ليه صورة أخوه. وشوية وبيقول لأمه إنه هينزل يشتري بيتزا، ولما بيروح المحل بيطلب إن البيتزا تكون محشية في الأطراف. ولما اللي شغالين هناك بيسمعوه بيفضلوا يتريقوا عليه. وبتدخل واحدة اسمها ميا وبتعتذر له على أسلوب أبوها، وبتعرفه إن النوع ده مش موجود هنا. فبيقول لها طيب قوليلي على أقرب مكان أشتري منه طلبات البيت، وبيعرفها إنهم سكنوا جديد هنا في المنطقة وإنه جاي من بكين. وبتقول له فعلا أقرب مكان، وبياخد بعضه وبيمشي. تاني يوم الصبح بيروح على مدرسته، وبتفضل شي تعرفه هيركب منين وازاي وامتى وكل حاجة. وأول ما بيوصل للمدرسة بيعرف إنه وراه حاجات كتير عشان أمه عاوزاه يعدي اختبارات كتير في وقت قصير. وبعد ما بيخلص المدرسة وهو ماشي عشان يرجع على بيته بيقابل ميا اللي كانت محتاسة من كتر الحاجات اللي شايلاها، وبيسلم عليها وبيعرض عليها إنه يساعدها. وطبعا هي ما بتصدق وبتقوله أنت جيت لي في وقتك. وفي الطريق وهم رايحين يكملوا الطلبات ليه بيشوف عيال وهم بيتدربوا، فبيقف مكانه عشان يتفرج عليهم. وبتسأله ميا لو كان لعب كاراتيه قبل كده، وبتعرف منه إنه لاعب كونج فو بس اعتزل اللعب. وبتلاقي ميا واحد بينادي عليها اسمه ميشو، وبيقول لها عرفي باباكي إني مستني مكالمته. بس شكل ميا كده ما كانتش طايقاه، وبتقوله لو عاوزه كلمه انت. وبتعرف ليه إن أبوها مديون لميشو عشان كده هو بيضايقها طول الوقت، وبتقوله خلي بالك بقى وما تحاولش تقرب من الناس دي خالص. في الناحية التانية بيدخل ميشو يعرف كونر إنه قابل ميا وكانت ماشية مع شاب لوحدهم، فبيتضايق كونر، وواضح كده إنه بيحبها وبيغير عليها جدا. في الوقت ده كان ليه بيشتري الطلبات مع ميا، وبيتعامل هو مع التاجر وبيجيب لها البضاعة بسعر أقل، وبيعرض عليها إنه يعلمها إزاي تتعامل مع التجار وهي تعرفه ازاي يتعامل ويعرف يعيش في نيويورك. وطبعا بتوافق، وبتقوله بعد الظهر هعدي عليك وهعرفك على المدينة كلها. فهو افتكر انها معجبة بيه، لكن هي بتقوله ان ده ديل بينا وبس. واول ما ليه بيرجع البيت بيعرف امه يومه كان عامل ازاي، وبتفرح انه راجع مبسوط وكمان بدأ يكون صداقات. وتاني يوم الصبح بينزل وبيلاقي ميا مستنياه ومعاها السكوتر بتاعها، وكان مبسوط جدا وهو راكب وراها. لكن وهم ماشيين فجأة السكوتر بيعطل والخروجة بتبوظ، فبتقرر ميا إنهم يروحوا في المترو. وفجأة وهما بيتكلموا مع بعض بيلاقوا كونر في وشهم، وأول ما ميا بتشوفه بتقوله ابعد عني، بس هو ولا هو هنا. وبيفضل يسأل ليه انت منين وحكايتك ايه. ولما بيسأله على الكونج فو بيقوله عارفه على بسيط. وطبعا ميا كانت مصممة إنها تمشي، وأول ما بتتحرك كونر بيتخانق مع ليه وبيضربه، والخروجة بتتقلب خالص. وبتفضل ميا تعتذر له على رخامة كونر، وبتعرفه إنه فرحان بالكاراتيه اللي بيلعبه لأنه واخد فيه بطولات كتير، وخصوصا إنه بيلعب بأسلوب قتالي. وبتقوله وريني عينيك كده، وبيكون وشه متشلفط خالص. فبتاخده على أبوها وبيحاول يعالج له اللي في وشه ده، وبيستغل الموقف وبيفضل يديله نصايح إزاي يحمي نفسه وقت الضرب. وبتعرفه ميا إن أبوها كان بطل كبير بس السن بقى،
وعشان كده اعتزل المهنة وعمل مشروع صغير وبيمشي ليه وبيروح ينام قبل ما أمه تشوفه. بس تاني يوم الصبح بتصحى وبتشوف وشه وبتقوله إنها نبهته يبعد عن الألعاب دي، فبيعرفها إنه ما كانش بيلعب أصلا واللي حصل ده كان غصب عنه. فبتقوله قوم عشان ورانا مشوار مهم، وبتاخده على أستاذ كده عشان يساعده في الرياضة والعلوم لأنها عايزة تدخله أكبر جامعة في نيويورك. ولما بيرجع البيت بيعلق صورة لاعبين الكونج فو على الحيطة وبيفضل يفتكر ذكرياته مع أخوه. وتاني يوم الصبح بيروح على المدرسة وبيقابل كونر، وأول ما بيشوفه بيفضل كونر يتريق عليه وبتقوم ما بينهم خناقة كبيرة. بس كونر برضه بيضربه جامد، وفي الطريق وهو مروح بيلاقي بوسترات كونر موجودة في كل مكان في الشوارع. وبالليل كان واقف بيتفرج على الشارع، وأول ما بيشوف سكوتر مية بينزل عشان يشوفها وبيلاقي مجموعة شباب جايين وماسكين عصيان في إيديهم. بس بيشوفهم فيكتور وبيقول لهم انتوا بتعملوا ايه، بس بيروحوا ضاربينه هو كمان وبيقع على الأرض. والخناقة بتتقلب على ليه عشان كان عاوز ينقذه منهم، وبيفضلوا يتخانقوا مع بعض خناقة كبيرة قوي. وطبعا ليه بيكون قوي فبيخافوا منه وبيطلعوا يجروا، وأخيرا بيكون فيكتور فاق وبيقول له وانا اللي كنت فاكر جاي انقذك. وبياخده وبيدخل على المطعم وبيتكلم معاه وبيطلب منه يعلمه شوية كونج فو عشان عليه ديون كتير وعاوز يرجع للملاعب يمكن يكسب يعني ويسدد الديون اللي عليه. وبياخده عشان يوريله الشهادات بتاعته ويعرف قد ايه هو كان شاطر في اللعب وبياخد بطولات. المهم ليه ما كانش حابب يرجع يلعب تاني عشان هو مش عاوز يخون الوعد اللي وعده لأمه. يقوله انت مش هتلعب، انت هتكون مدرب ليا انا وبس. وبيفضل يتكلم معاه لحد ما ليه اخيرا بيوافق. وتاني يوم بيروح مع أمه عشان يحتفلوا بالعيد في نيويورك، وكان مختلف عن اليابان خالص. وتاني يوم الصبح بيتصل ليه بهان عشان يسلم عليه وبيسأله هان لو عجبته العيشة في نيويورك، بس ليه بيعرفه إنه دايما بيحن لبلده. فبيقول له هان إن كل اللي موجودين هنا بيتمنوا له السعادة، وبيقول لهان إن في واحد عايز يدربه كونج فو، فبيعرفه إنه لو شايف إن الكونج فو ممكن يساعده يبقى ما يتأخرش إنه يقف جنب صاحبه. وعلى طول بياخد شنطته وبيروح لفيكتور وبيقول له يلا عشان هنبدأ نتدرب. وبيبدأ يدرب فيه وبتدخل عليهم مية وبتقول لهم بتعملوا إيه، وبتستغرب إن المطعم مقفول لأن ده وقت الشغل. وأول ما بتعرف إن أبوها عايز يرجع يتدرب تاني بتتعصب عليه وبتقول لليه إنه بيدي أبوها أمل على الفاضي. ولما بتلاقي أبوها مصمم بتاخد بعضها وبتمشي. وبعد كده بيكملوا تدريب ليل ونهار، وكانوا بيتدربوا في أي وقت وفي أي مكان عشان يلحق فيكتور يتدرب. وكمان ليه بيستغل الحوار وبيشتغل معاهم في المطعم. وبعد فترة بيلاحظ كونر إن مية هتروح من إيده وبيكون شايفها مبسوطة مع ليه. وبتعدي الأيام وبيفضل ليه يدرب فيكتور. وفي يوم كان ليه سهران بيتدرب مع نفسه وبيدخل عليه فيكتور وبيفضل يسأله عن حياته. فبيقول له دايما لما شخص غالي عليك بيموت بتحس ان الدنيا كلها وقفت وبيبقى لازم انك تكمل بقلب موجوع. وبيفتكر اليوم اللي اخوه مات فيه، ووقتها كانوا راجعين طايرين من الفرح بسبب انه فاز بالجائزة في المباراة، وفجأة طلع عليهم شوية عيال بلطجية وبيتخانقوا معاهم، وواحد منهم طلع سكينة من جيبه وخلص عليه. ومن يومها وهو مش قادر يتخطى اللي حصل. وتاني يوم الصبح بيقول له الأستاذ لو ايه رأيك تفصل شوية وتغير جو، لأن تاني يوم في مهرجان كبير. بس ليه بيرفض عشان عنده مذاكرة كتير والامتحانات قربت. ومية لما بتسمع ما بتصدق وبتقول له أظن كده ملكش حجة. وأول ما بتلف ظهرها بيعرف ليه إن الأستاذ لو كذب عليها وإنه لسه ما يقدرش يدخل الامتحان، وإنه بيعمل كده بس عشان ما يخليش مية تخرج من غيره لأنه ملاحظ حب ليه ليها. وتاني يوم بيروح ليه ومعاه الأستاذ لو على المهرجان، وهناك بيتصدم ليه لما بيشوف مية واقفة مع كونر وبياخد بعضه وبيمشي، بس كان حزين على الآخر. وتاني يوم كان ميعاد المباراة بتاعت فيكتور، ولما مية كانت بتحاول تتكلم مع ليه كان بيتجاهلها فبتتعصب عليه عن سبب تجاهله ليها. قال لها إنه شافها وهي واقفة مع كونر امبارح، فبتقول له إنها ما بتحبش كونر زي ما هو فاهم، وإنها كانت مجرد خروجة عادية مع كل أصحابهم، بس كونر كان معاهم وهي اتعاملت معاه عادي. وبتقول له إنها بتحبه وهو بيفرح جدا بكلامها ولسه هيقرب منها. فيكتور بيدخل عليهم وبيقول لهم يلا علشان احنا ورانا ماتش. وعلى الحلبة بقى الكل كان متوتر ومحدش عارف اليوم هيخلص على ايه بالظبط. وبيفضل يحاول فيكتور يطمن مية انه هيفوز، وبيبدأ ليه يديله التعليمات. وبدأ اللعب وفيكتور كان واضح انه كسبان، لكن اللاعب اللي بيلعب قصاده بيكسر قواعد اللعبة وبينزل فيه ضرب عنيف، فبيدخل ليه في صدمة وبيفتكر اخوه على طول وما كانش قادر يتحرك
بيتحرك من مكانه. حتى لما ميا بتطلب منه يروح معاهم المستشفى بيقف مكانه ومش بيرد عليها، وبيرجع على البيت وبيفضل يتصل هان عليه كتير وبرضه ما كانش بيرد عليه، وبيدخل في حالة اكتئاب. وفي يوم بيرجع على البيت وبيلاقيه مكركب وبيفهم ان في حاجة، فبيمسك الطاسة في ايده وبيجهز نفسه، وفجأة بيلاقي واحد نازل فيه ضرب، وبيفضلوا الاتنين يضربوا في بعض. لكن ليه ما كانش عارف ده مين ولا شايفه لان الدنيا ضلمة، لحد ما امه بتوصل وبتنور النور. بيطلع هان وكان جاي عشان يطمن عليه عشان قلق لما مردش خالص. ولما بيشوفوا امه بيقعدوا على الكرسي، وعلى العشاء كانت شي مش عارفة ايه اللي جاب هان هنا، وطبعا هي كانت مصدقت تبعد بابنها. فبتسأل هان ايه اللي جابك؟ قال لها حبيت اجي اطمن عليكم. وبعد العشاء بيدخل لليه وبيلاقيه مقطع كل صور الكونج فو، وبيقول له مش بمزاجك تضعف وبمزاجك تقوى، وبيعرفه ان هيزوروا الصبح فيكتور. وفعلا تاني يوم الصبح بيروحوا على المستشفى، واول ما ميا بتشوفه بتاخد بعضها وبتخرج على طول. بس فيكتور بيعرفه انه بس صعبان عليها، وبيقول له ليه ان اللي حصل مش مسؤوليته خالص. فبيدخل هان وبيعرفه ان عندهم في اليابان ان مشكلة الصديق هي مشكلة الكل، وبيقول له اكيد هنلاقي لها حل. وبعدها بياخد بعضه وبيمشي، وبيفضل ليه يجري وراه عشان يعرف هيحلها ازاي. فبيقول له قدامنا 10 ايام على المسابقة، وبيعرفه ان المرة دي هو اللي هيلعب، وطبعا يقصد ليه. وبيكمل كلامه وبيقول له انه في خلال يومين لازم يكون دبر لهم مكان مناسب للتدريب، وبيعرفه انه هيروح يزور صاحبه ولما يرجع يكون عمل اللي طلبه منه. وبياخد بعضه وبيطلع على بيت الاب الروحي بتاعه، وهناك بيقابل دانيال وبيعرفه انه من عيلة مياجي، وانه على طول كان بيقول له ان في اي وقت محتاج مساعدة يجيله على بيته على طول. وطبعا مياجي كان مات من سنين بس البيت لسه مفتوح. فبيقول لدانيال انه جاي له هو، وبيوري له صورته مع مياجي ايام الشقاوة. بس دانيال بيعرفه انه مش هيقدر يروح نيويورك، وبيفضل هاني يلح عليه عشان كان عاوز يعلم ليه الكاراتيه بتاع مياجي، يعني الكاراتيه على اصوله. وبيقول لدانيال انه متاكد انه هيقدر يساعده، وبياخد بعضه وبيمشي. في الناحيه التانيه كان ليه بيحكي له على اللي حصل، وان هان مديله فرصه يومين بس يلاقي مكان. فبيقترح عليه الروف وبينزل يريح شويه بعد ما لقى المكان. بس فجاه بيجي هان عشان يبدا التدريب، والصراحه هان كان بدأ بباور، يعني مفيش منه اللي هو هتكسب، وبيفضل يقول له خلي كل تركيزك على اللعب. وبالليل بتقعد شي مع هان وبتقول له انا عارفه سبب وجودك، وبتعرفه انها مش موافقه على رجوع ليه للعب. بس هان بيصمم وبيقول لها ان التدريب من مصلحتها هي وليه. وتاني يوم الصبح بيكمل التدريب، وبيقول لهان ان المشكله معاه مش في التدريب، المشكله ان في وقت المباراه صوره اخوه ما بتروحش من قدامه. وهان كان مصمم انه لازم يركز ويعرف يتخطى الموقف. وطبعا كونر هو كمان بيقضيها تدريبات. في الوقت ده بيوصل دانيال وبيقول لهان انه في الاول كان مستغرب من ثقته، بس بعد ما هان اخد بعضه ومشى لقى نفسه مش بيفكر غير في كلامه، واستغرب لما لقى نفسه رايح على نيويورك. وبعد شويه بيقول لهم ان مستحيل ان ليه يتدرب ويعرف كل خبايا الكاراتيه في اسبوع. فبيقطعوا هان وبيقول له ان ليه هيقدر يعمل كده، وبيكمل تدريب مع ليه. وكان بيتدرب جامد جدا لدرجة انه ما كانش قادر يقف على رجله. في الناحية التانية بيكون كونر بيتدرب وبيقول له ميشو احنا هنلعب ولازم نكسب. اما ليه كان زعلان ان ميا مش عاوزة ترد عليه، وبيفضل يديله هان شوية نصايح. وبالليل ميا كان عندها اوردر بيتزا، واول ما بتطلع بتفضل تنادي على صاحب الاوردر، وبتتفاجئ بلو كان مجهز لهم جو رومانسي. وبيفضل ليه يعتذر لها عن سوء التفاهم اللي حصل. واول ما بتعرف انه هيلعب قصاد كونر بتقوله خليك عارف انك مش مضطر تعمل كده. فبيعرفها انه لازم يلعب عشان يخرج الرهبه اللي اتولدت جواه. وبيرجعوا يتكلموا تاني ويتصالحوا. وتاني يوم بيبدا اللعب في الدوره الخماسيه، وكل يوم كان بيفوز على واحد شكل. وفي يوم كان هان ودانيال بيتدربوا قصاد بعض، ولك أن تتخيل بقى لما دانيال وهان يلعبوا قصاد بعض بيبقى اللعبة حماسي إزاي. وتاني يوم كان في مباراة قبل الأخيرة، وأول ما ليه بيفوز بيطلع واحد كان عايز يغدر بيه، بس بيدخلوا هان ودانيال وبيعلموه الأدب. وتاني يوم بياخدوا ليه عشان يكمل آخر خطوة في التدريبات. والصراحة الواد اتبهدل معاهم على الآخر، وآخرها عاوزينه يعدي من تحت ارتفاع 40 سنتي، وليه ما كانش عارف يظبطها. وبالليل بيفضل يحكي دانيال ليه على مدى ارتباط الألعاب ببعضها، وكل لعبة ولها تاريخ قديم.
ومن فترة للتانية بتمر بتطورات، بس الأساس موجود من آلاف السنين. وتاني يوم بياخدوا ليه عشان يكمل تدريبات، وفعلا بيوصل للمستوى المطلوب. وبتيجي اللحظة الحاسمة، يوم المباراة الأخيرة، وبيتفاجئ ليه بأمه داخلة عليه وبتعرفه إنها هتكون جنبه وفخورة بيه. وبيدخل ليه وكل اللي بيحبهم حواليه، وكمان كانوا بيدعموا فيه. وبيطلع كونر وهو وشه كله شر، وبتبدأ بقى المباراة. في الأول بيكون كونر ماسك المباراة في صالحه ومش مدي فرصة ليه خالص، بس في ثانية إلا ثانية اللعبة بتتقلب عليه، وبيبدأ ليه يصد كل الهجوم اللي عليه، وبيلعب بقى على تقيل. وفجأة على آخر لحظة بياخد ليه خبطة وبيقع على الأرض، والكل بيكون متوتر. وبيفضل هان ينادي عليه ويدعمه، وأخيرا بيقوم وبيفتكر أخوه وبيقرر إنه يفوز. وفعلا يا عزيزي بيفوز، والكل بيبقى فرحان إنه اتخطى الخوف ورجع تاني زي زمان. وبعد مدة بيكون فيكتور وليه عملوا شغل مع بعض وطوروا من المطعم، وبقى ليهم فروع في كل حتة. وشوية وبيبعت لدانيال بيتزا وبيشكره على كل الدعم اللي قدمهوله. وبيخلص الفيلم على كده. ما تنسوش بقى اللايك، وما تنسوش تقولوا لنا رأيكم في كومنتات. أشوفكم الفيلم الجاي، سلام.